السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا على اليوتيوب سمارت تك تكنولوجيا المعلومات. النهارده هنشرح حاجة مهمة جدا، وهنتكلم النهارده عن جهاز تتبع السيارات GPS. جهاز تتبع السيارات GPS هو حاجة مهمة جدا خلال الأيام دي وبتنطلب مننا كتير. جهاز تتبع GPS هو جهاز بيخليك تتحكم تحكم كامل وتام في العربية بتاعتك. وهنتكلم عن مميزات جهاز الGPS النهارده، وهنشوف شكله ايه، وهنشوف الابليكيشن بتاعه وايه هو السيرفر بتاعه اللي احنا شغالين عليه، وهنعرف كل حاجه تخص جهاز الGPS. يلا معانا نبدا الحلقه ونشوف النهارده هنتكلم عن ايه. متابعين على قناتنا على يوتيوب سمارت تك، وحشتونا عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنتكلم في موضوع مهم جدا بخصوص جهاز تتبع السيارات GPS. ايه هو جهاز تتبع السيارات، وايه هي امكانياته، وايه هي الحاجه اللي ممكن نستفاد بيها طول ما جهاز الGPS موجود عندنا في العربيه. جهاز الGPS مهم جدا في كل عربيه، وجهاز الGPS او التتبع بتاعنا بيحمي عربيتنا، وبيبقى فيه كنترول تام على العربيه بتاعتنا، وبنقدر ان احنا نتحكم ونعرف كل حاجه عن عربيتنا ايا كان المميزات اللي احنا هنتكلم عليها واللي احنا هنذكرها دلوقتي. طيب ايه هي مميزات جهاز الGPS؟ اول حاجه بنحدد مكان العربيه بتاعنا تحديد دقيق جدا عن طريق الملاحه الدوليه والاقمار الصناعيه GPS. الجهاز بتاعنا والسيرفر بتاعنا والابلكيشن بتاعنا نظام جديد ونظام حديث يختلف تماما عن النظام العقيم اللي كان بيتعامل معاه شركات تانية قبل كده، واللي كان قبل كده بيتعاملوا بيها اللي هي الرسائل النصية SMS، وكانوا بيبعتوا رسالة للجهاز الGPS، وكان يبدأ الجهاز يرد عليهم برسالة تانية بها الموقع، والكلام ده كان ممكن يتأخر الجهاز بالساعات، وكان ساعات بيبعت كمان نقطة التحديد الموقع بتاعها ما كانتش بتبقى دقيقة جدا بالدرجة اللي احنا شغالين بيها دلوقتي. ايه اللي بيختلف عننا الجهاز النهارده؟ بيختلف اول حاجة نوع الجهاز او الموديل بتاعه، واللي احنا هنشرحه النهارده هو جهاز الجي تي 60N. الجي تي 60N هو جهاز عالي جدا، رد فعله لحظي جدا. جهاز الجي تي 60N هو جهاز مربوط على سيرفر اسمه تراك سوليد، وبيتعامل على ابلكيشن اسمه تراك سوليد. ايه اللي بيفرق نظام تحديد الموقع بتاعه عن نظام تحديد الGPS القديم؟ بيفرق معانا كتير جدا طبعا بخصوص تحديد الموقع، ان انت بيبقى عندك ابلكيشن وظاهر قدام منك خرائط جوجل بدقة شديدة ورد فعل لحظي. بمعنى انا عربيتي واقفة مثلا في شارع معين قدام محل معين او قدام مستشفى او بيظهر قدام مني على الخريطة بالظبط الشارع والتفاصيل اللي موجودة في الشارع، ايا كان موجود فيها مدارس او اسم الشارع او موجود فيها محل الفلاني، وشكل العربية بتاعتي بيبقى مرسوم عندي على الGPS وموجود المكان بتاعها. مش بس وكده، ده كمان بتبين لك حالة العربية بتاعتك ايه وضعها، ايا كان المحرك بتاعك اون او اوف. يعني العربية هتبان حالتها اذا كانت العربية دايرة او مبطلة، هتبان قدام مني اذا كانت العربية ماشية وماشية بسرعة كام، هتبان قدام مني اذا كانت العربية دايرة بقالها قد ايه ومبطلة بقالها قد ايه. كل التفاصيل دي كلها هنشرحها على الابلكيشن وهنشوفها مع بعض لما نخش في الجزئية بتاعت شرح الابلكيشن بتاعنا. هنكمل بس مع بعض دلوقتي نشوف ونقول ايه هي امكانيات جهاز الGPS اللي معانا غير تحديد موقع العربيه. عندك التحكم تام في العربيه، غير ان انت بتحدد مكانها، ان انت تقدر تفصل وتشغل العربيه اون واوف وتفصل عنها كهرباء تماما. مفيش اي بني ادم يقدر يشغل العربيه الا عن طريق الابلكيشن بتاعك وعن طريق التحكم بتاع الموبايل بتاعك. بمعنى ان العربيه بتاعتك لو انت فصلت الباور بتاعها عن طريق ابلكيشن الGPS، انسى تماما ان اي حد يقدر يشغل العربيه. ودي طبعا نقطه امان كبيره جدا لاي حد خايف على العربيه بتاعته في اي مكان هو موقفها فيه. معايا الابلكيشن بتاعي وبفتح بحدد مكان العربيه وبحدد وضع العربيه، واقدر عن طريق الابلكيشن افصل المحرك او اشغل المحرك. في حاله ان انا فصلت المحرك، مهما حاولت ادور عمر العربيه ما هتدور معايا. لو حابب اشغل المحرك تاني، كل اللي انا بعمله بضغطه زرار واحده بس بعمل اون، بعد التدويره الاولانيه هتدور معايا العربيه عادي جدا. يبقى انا كده قلت الامكانيات الجهاز رقم واحد، ان انا بقدر احدد مكان العربيه بتاعتي بدقه متناهيه وعن طريق خرائط جوجل، وبتبقى ظاهره قدام مني على الابلكيشن بكل سهوله، بعيدا عن نظام الرسائل الSMS اللي ناس كتير بتتعامل فيها. رقم اتنين، ان انا بتحكم في حاله العربيه بتاعتي اذا كان العربيه اون او اوف، ان انا بفصل العربيه تماما، ما يقدرش اي حد يقدر يشغلها ولا يقدر حد ان هو يدورها، ولكن بضغطه بزرار واحده بس بالابلكيشن بتاعي
طبعا بقدر ان انا اشغل العربيه بتاعتي تاني. نخش على الامكانيه اللي بعد كده. الامكانيه اللي بعد كده ان هي بتظهر لي سرعه العربيه ماشيه على كام، وكمان بقدر احدد لها سرعه في حاله لو تعدت السرعه المسموح بيها على الابلكيشن، يبدا يجي لي انذار او تنبيه على الابلكيشن ينبهني ان العربيه بتاعتي تعدت السرعه المسموح بيها في الشارع الفلاني في الوقت الفلاني وفي الدقيقه الفلانيه، ووصلت سرعه العربيه لسرعه كام كيلو متر على الساعه، وفضلت على السرعه دي لحد قد ايه. يعني مش بس بيقول لك بس العربيه وصلت لسرعه كام ويسكت، لا ده بيحدد لك الشارع والوقت بالدقيقه وبالثانيه، وكمان بيقول لك العربيه وصلت للسرعه دي وفضلت ماشيه على السرعه دي لحد قد ايه. مش بس كده، هنخش كمان على إمكانية رابعة، وهي تحديد مكان جغرافي للعربية هتقدر العربية تطلع منه أو تدخل فيه. بمعنى إيه؟ إن أنا بحدد لها مكان مثلا وليكن القاهرة. في حالة خروج العربية دي عن نطاق القاهرة بيبدأ يجي لي تنبيه يقول لي إن العربية بتاعتي خرجت عن النطاق المسموح بيه. طيب إيه النقطة التانية اللي إحنا ممكن نحددها؟ إن أنا ممكن أحدد له موقع جغرافي معين ما تدخلش العربية فيه. بمعنى أقول له مثلا وليكن الشرقية ما تدخلش العربية في نطاق الشرقية، بمجرد ما بتدخل بيجي لي تنبيه يقول لي ان العربيه بتاعتي دخلت في النطاق الغير مسموح بيه. ايه تاني موجود معانا النهارده في الجهاز اللي احنا هنشرحه الجي تي؟ موجود كمان معانا في الجهاز النهارده خاصيه مهمه جدا، وهي خاصيه بلاي باك، او استرجاع حاله العربيه او حركه العربيه اللي حصلت قبل كده. بمعنى ان انا ممكن اعمل بلاي باك لحد اسبوعين او 3 ورا. كل اللي عليا ان انا بحدد له اليوم والتاريخ بتاعي، وبقول له عايز اشوف العربيه راحت فين في اليوم ده. بيبدا الابلكيشن بتاعي يحمل حركه وخط سير العربيه في اليوم دون بالتفصيل، يقول لي ان هي خرجت من المكان الفلاني واتجهت في المكان الفلاني على سرعه كذا، ومشيت على سرعه كذا وعملت باركنج هنا ولمده كذا، وبعد كده دارت تاني واتحركت وراحت الشارع الفلاني او المكان الفلاني. يبقى انا ببقى مسيطر على العربيه بتاعتي سيطره كامله، ان انا عارف كمان عربيتي راحت فين وجت منين في الايام اللي قبل كده. مش مجرد ان انا بفتح الابلكيشن واشوف اونلاين وبس، ده كمان انا عارف حركات عربيتي وعارف الهيستوري بتاعها وعارف التاريخ بتاعها حصل ايه قبل كده. نخش على الإمكانية اللي بعد كده، وهي إمكانية مهمة جدا واللي هنتكلم فيها، وهي إمكانية التصنت. إمكانية التصنت على العربية إن أنت تقدر تسمع كل الحديث بدور في العربية بتاعتك. بمعنى لا قدر الله حصلت مشكلة واتسرقت العربية بتاعتك من مكان ما، أقدر إن أنا أسمع أي حديث بدور في العربية، واللي ممكن يساعدني جدا إن أنا أقدر أوصل للحرامي أو أوصل للمكان بتاعه، غير كمان تحديد موقع الجي بي إس. يبقى أنا كده عندي فيه مايك عالي الدقة، والصوت بتاعه بيبقى مسموع جدا، موجود عندي في العربيه مخفي تماما ما بيبقاش باين، وبيسمح لي ان انا اسمع كل كلمه بتتقال عندي في العربيه. كمان الجهاز بتاعنا يقدر يحدد لنا المسافات اللي قطعتها العربيه بتاعتنا خلال فتره معينه. يعني انا بقول له مثلا بحدد له، بقول له انا عايز اعرف العربيه من يوم السبت اللي فات لحد النهارده مشيت كام كيلو متر وحرقت كام كيلو وحرقت كام لتر بنزين. وكمان في امكانيات تانية معانا، وهي ان الجهاز بتاعنا مزود ببطاريه داخليه. في حاله فصل بطاريه العربيه شغال معايا الجهاز لمدة 4 أيام، يعني ما قلقش خالص حتى لو العربية لا قدر الله اتسرقت مني واتفكت البطارية بتاعتها، فالجهاز بتاعي شغال وأقدر أحدد مكان العربية بدقة، وأقدر أحدد كل حاجة، وأقدر أتعامل مع الجهاز أكن البطارية شغالة. ومش بس كده كمان، ده كمان الجهاز بتاعنا كمان في من ضمن التنبيهات بتاعته ان انا اول ما يتفصل بطاريه العربيه يجي لي تنبيه مباشره يقول لي ان بطاريه العربيه اتفصلت، ويجي لي تنبيه كمان في حاله ان بطاريه العربيه ضعفت. يبقى انا عندي الجهاز تحكم كامل وشامل في العربيه، من ناحيه تحديد موقع العربيه، تحديد اذا كانت العربيه دايره او مبطله، دايره بقالها قد ايه، مبطله بقالها قد ايه، لو ماشيه على سرعه قد ايه، ويجيب لي بلاي باك الهيستوري بتاع العربيه في الايام اللي قبل كده، يقول لي مشيت فين وراحت فين وجت منين وعملت باركنج فين والكلام ده كله. فيها سماعه داخليه عاليه الوضوح، اقدر اسمع اي حديث او اي كلام بيدور جوه العربيه. فيها بطاريه داخليه تقدر تشغل الجهاز لمده 4 أيام في حالة انقطاع البطارية العربية عن الكهرباء بتاعت العربية كلها. مش بس كده، وكمان عندنا في الابليكيشن بتاعنا عندي إمكانية إن أنا أضيف لحد 1,000,000 عربية على الابليكيشن بتاعي وعلى اليوزر نيم أو المستخدم بتاعي الواحد. ودي هتبقى مهمة جدا للناس أصحاب مكاتب إيجارات السيارات أو المعارض، أو أصحاب المصانع اللي عندهم عربيات نقل مواد غذائيه والكلام ده كله، ان انا اقدر احط كل العربيات بتاعتي على ابلكيشن واحد بس، ولا اليوزر بتاعي واحد بس، واقدر اتحكم في كل العربيات، اشوف حاله كل عربيه، واقدر افصل او اشغل او اشوف حاله او العربيه قبل كده في الهيستوري بتاعها والكلام ده كله. يبقى انا لو انا صاحب شركه او صاحب مصنع او صاحب مكتب ايجارات، هقدر ان انا استفاد بالبرنامج دوت استفاده عاليه جدا. وهنشوف كل الكلام ده كله معانا على الابلكيشن، ونشوف شكل الجهاز ايه، ونشوف بنتحكم ازاي في العربيات، ونعرف كل حاجه عن الابلكيشن وكل حاجه عن الجهاز في فيديو شرح تفصيلي ومبسط. يلا بينا عشان نشوف.
نبص بصة سريعة الأول يا جماعة على شكل الجهاز قبل ما نخش على الابليكيشن بتاعه. ده شكل الجهاز اهو، الجي تي 06N. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو جهاز أصغر من حجم الموبايل كمان، بنفس الشكل ده كده، وبيبقى فيه 3 لمبات من الجنب علشان تبين حالة الشبكة بتاعة الموبايل وبتاعة الجي بي اس وبتاعة البطارية بتاعة الجهاز. وعندنا هنا دي الضفيرة بتاعة الجهاز اللي بتتوصل على كهربة العربية. وفي هنا فتحة هي اللي بيركب فيها شريحة الموبايل بتاعتنا، وفيها كمان زرار الأون والأوف زي ما حضراتكم شايفين، وبيقفل الغطا بعد ما بنركب الشريحة بتاعتنا كده بنفس الشكل كده بالظبط. طبعا هنا برضو خريطة طريقة تركيب الجهاز في العربية. ويلا بينا نشوف شكل الابليكيشن كان عامل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله نشوف شكل الابليكيشن بتاعنا بتاع تراك سوليد، واللي مربوط على سيرفر تراك سوليد، واللي هقدر بيه أتحكم على جهاز جي بي اس اللي احنا لسه متعرفين عليه في الفيديو اللي فات. بسم الله. هنبدأ الأول نفتح البرنامج بتاعنا بتاع تراك سوليد، بنعمل تسجيل دخول. بيفتح معايا البرنامج بالشكل ده كده بالظبط، وموضح قدام مني خرايط بتاعة جوجل، وجايب لي شكل العربية بتاعتي على الطريق، ومكتوب تحت العربية المحرك بتاعها اون، وماشية على سرعة 118 كيلو متر في الساعة. يعني العربية دلوقتي بتاعتي بتتحرك، وموضح قدام مني ماشية على طريق ايه بالظبط، وايه هي السرعة اللي هي بتتحرك عليها. طيب هنخش على القائمة من القوائم اللي عندنا تحت. القوائم اللي عندنا تحت فيها الصفحة الرئيسية وقائمة وإنذار وأنا. هضغط على كلمة قائمة، هيقوم جايب لي شكل العربية واسمها وحالتها والسيريال بتاع الجهاز اللي جوه العربية. طبعا في حالة لو أنا عندي أكتر من جهاز أو أكتر من عربية، هلاقي كل العربيات في القائمة بتاعتي دي فوق بعض بحالتهم بشكلهم. طبعا دلوقتي العربية مدية معايا لون أخضر، وده معناه إن المحرك بتاع العربية أون، ومكتوب قدام مني تحرك، وعندي السرعة بتاعتها اللي هي ماشية على 118 كيلو متر في الساعة. طيب ايه تاني الألوان اللي ممكن تظهر بيها العربية غير الأخضر؟ ممكن يظهر العربية عندي باللون الأحمر أو باللون البرتقاني أو الأورنج. في حالة ظهور العربية باللون الأحمر، ده معناه إن العربية في حالة سكون أو المحرك بتاعها أوف، أو العربية مبطلة واقفة وثابتة. طيب في حالة إن العربية مدياني اللون الأورنج، بيبقى كده معناه إن العربية دايرة ولكن ثابتة في مكانها، يعني العربية عاملة لاندنج في مكان معين. طيب نبدأ نتعامل مع العربية بتاعتنا إزاي؟ في حالة إن أنا عايز أشوف العربية بتاعتي موجودة فين، بضغط على كلمة تعقب اللي في النص. هيبدأ القمر الصناعي يجيب لي يقول لي اللي هي على طريق الزعفرانة راس غارب، وبتتحرك على سرعة 120 كيلو تحت، ومكتوب كلمة تحرك تحت، والمحرك رسمة المحرك، ومكتوب فيها اون، وهكذا. طيب لو عايز ارجع تاني، ايه الموجود عندي تاني بالنسبة لتفاصيل الابليكيشن؟ بخش على التفاصيل بتاعة الجهاز، بسمي العربية بتاعتي الاسم او المسمى اللي انا عايزه، وده السيريال بتاعها، والسيم كارد، نوع وضع المحرك دلوقتي اون، والوقت لتحديد كذا، والسرعة ماشية على سرعة كذا، وخط طول كذا، خط عرض كذا، العنوان بالظبط كذا. وبعد كده مبين قدامي وقت انتهاء صلاحية الجهاز اللي احنا بنعملها طبعا مدى الحياة لحد 2040. وبعد كده في تفاصيل تانية لو انا حابب اضيفها بضيفها، مش حابب عادي. اللي هو رقم العربية بتبقى ايه، السواق لو انا عندي مثلا اكتر من عربية وسواقين شغالين عليها، فبحط رقم اسم السواق ورقم الاتصال بتاع السواق، وهكذا. في بعض التفاصيل التانية مش هتبقى مهمة قوي بالنسبة لنا. طيب نرجع تاني. يبقى احنا شفنا اول حاجة التفاصيل، وشفنا التعقب ان احنا نقدر نشوف العربية موجودة فين دلوقتي. طيب هنخش على حاجة تانية وهي اسمها المسار. المسار دي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، وهي موضوع البلاي باك، اللي انا بقدر احدد للعربية وقت مثلا وليكن امس، وهقول له مثلا من يوم كذا ليوم كذا، وبقول له تأكيد، يبدأ يجيب معايا العربية بتاعتي خط سيرها بالتفصيل، كانت فين وراحت فين وجت منين. هبدأ ان انا اوسع شوية عشان تبدأ تظهر معايا الخط سير العربية كويس، وبضغط على علامة البلاي تحت. هيبدأ يقول لي العربية اتحركت اهو زي ما حضراتكم شايفين في الشارع الفلاني، وعدت على مطعم وحاتي شيراتون،
وبعد كده عدت من جنب بنك الإسكان والتعمير، وبعد كده ميدان سوارس، وهكذا عدت الكوبري. ده كلها حركات العربية اللي تمت امبارح بالتفصيل، وراحت فين وجت منين ووقفت فين والكلام ده كله، وكمان مبين قدام مني كانت ماشية على كام كيلو متر في الساعة والكلام ده كله. طيب ماشي، نرجع تاني للمرجوعنا. هنبدأ نخش طيب ايه هي على الامكانيات الابليكيشن اللي احنا اتكلمنا فيها من حيث الفصل والتشغيل ونعرف نحدد لها مكان جغرافي ما تخرجش عنه او ما تدخلش فيه والكلام ده كله. هنبدأ نضغط على الثلاث نقط اللي موجودين عندنا على الشمال، هتبدأ تنقلنا على القائمة اللي احنا شايفينها دي، من ضمنها المسار اللي احنا ضغطنا عليها وتعقب عشان نعرف مكان العربية وتفاصيل لو احنا عايزين نعدل على بيانات الجهاز من حيث اسم العربية ايه، من حيث موديلها او رقمها او رقم السواق واسم السواق والكلام ده كله. وبعد كده عندي انذار، وعندي مركز التحكم، وعندي الاوامر، وعندي الملاحة، وعندي اشتراك المسار. الايقونات اللي بعد كده ايه هي المهام كل ايقونة فيها؟ اول حاجة هنخش على مركز التحكم، هنلاقي فيه حاجة اسمها الاوامر والملاحة وانذار وتعقب والمسار، نفس القوائم اللي فاتت ولكن في شكل ايقونات مبسطة وميسرة. طيب هنخش على حاجة تانية اسمها الانذار. الانذار دي هي قائمة الانذارات او التنبيهات اللي بتجيلي عن العربية. يعني في حالة ان انا حددت العربية وليكن سرعة 140 كيلو في الساعة، لو تعدت العربية السرعة دي بيجيلي في قائمة التنبيهات دي إن العربية تعدت السرعة الفلانية في اليوم الفلاني في الدقيقة الفلانية في الشارع الفلاني. كمان مش بس كده، كمان ده أنا عندي كمان إمكانية في الجهاز إن هو بيحدد لي إذا كانت العربية كانت مطب أو كانت نقرة جامدة أو الكلام ده كله، بيحدد لي كمان الموضوع ده في التنبيهات. بينزل لي في قائمة التنبيهات عندي يقول لي إن العربية خبطت مثلا في نقرة معينة أو كانت مطب في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الشارع الفلاني. دي كمان إمكانية نسينا نتكلم فيها في الفيديو ولكن أنا بضيفها لحضراتكم دلوقتي، وهي إمكانية إن أنا أقدر أتابع عربيتي في حالة لو كانت مطب أو نقرة أو الكلام ده كله، بيظهر معايا طبعا في قائمة التنبيهات بتاعتي دي. طيب نرجع تاني، هنخش على حاجة اسمها الأوامر. الأوامر دي بقى بتاعتي اللي هي المهمة واللي أقدر فيها أفعل كل التنبيهات وأفعل كل التحكمات بتاعتي على العربية. فتحت معانا القايمة بالشكل ده. هنبدأ نبص على الأوبشنات الموجودة عندنا في القايمة اللي على اليسار. هلاقي في حاجة اسمها سنتر نمبر. سنتر نمبر دي هنحط فيها رقم التليفون اللي هقدر أتصل بيه على الجهاز الجي بي اس بحيث أسمع أي حديث بيدور جوه العربية. وطبعا بيبقى متاح لي إن أنا أضيف رقم واحد بس، وده شيء من ضمن أساليب الأمان اللي موجودة عندنا في الجهاز، بحيث ان انا مش اي حد عارف الرقم الشريحة اللي موجودة في الجي بي اس يقدر يتصل ويسمع الحديث اللي بيدور، ولكن محدش هيقدر يسمع الحديث اللي بيدور جوه العربية غير صاحب العربية وصاحب جهاز الجي بي اس طبعا. بنحط الرقم هنا وبنضغط على ايقونة ارسال الامر، بيبدأ الجهاز يستقبل الرقم دون، وده الرقم اللي هيبقى مسموح للجهاز ان هو يفتح عليه فقط. غير كده حضرتك هتتصل على الشريحة اللي موجودة في الجي بي اس، هتفضل تدي جرس لحد ما الجرس يخلص بدون اي رد او بدون اي فتح على المكالمة. ولكن الرقم اللي انا بحدده هنا هو الرقم الوحيد اللي الجهاز هيفتح عليه عشان تقدر تسمع المايك فيه ايه. نخش على القائمة اللي بعد كده وهي اوفر سبيد الارم. اوفر سبيد الارم هي اللي انا بحدد من خلالها ايه السرعة المسموح لها بالعربية، في حالة لو تعدت العربية السرعة دي يبدأ يجيلي تنبيه بكل تفاصيل ايا كان الشارع اللي فين اللي زادت فيه السرعة، والسرعة تعدت العربية تعدت السرعة المسموح بيها وفضلت على السرعة دي لحد قد ايه، والكلام ده كانت الساعة كام والكلام ده كله. اول حاجة لما بنبدأ على اوفر سبيد الارم هيبدأ يظهر معانا في الصفحة بتاعتنا حاجة اسمها ديوريشن. ديوريشن دي اللي هي ايه الفترة الزمنية اللي المفروض العربية لو وصلت فيها السرعة دي يبدأ يجيلي تنبيه. مش معنى ان انا حددت لها سرعة مثلا وليكن 120 لمجرد ان هي لقطت 120 يبدأ يجيلي تنبيه. لا، ما هو ممكن يكون اللي سايق العربية مثلا بيحاول ان هو يفادي حد معين فخد السرعة دي ما طولش فيها ورجع تاني للسرعة الطبيعية بتاعة العربية اللي هي اقل من 120. طيب الديوريشن دي زي ما احنا كده فهمنا ان هي هتحدد لنا الوقت اللي هيوصل فيه الاوفر سبيد، بحيث مثلا وليكن انا قلت له 120 وصل ل 120، لو كتبت في الديوريشن دي 5 معناها 5 ثواني. يعني لو العربية فضلت ماشية على سرعة 120 لمدة 5 ثواني يبدأ يجيلي التنبيه، أقل من 5 ثواني مش هيجيلي تنبيه. طيب يبقى أنا في الديوريشن دي هبدأ إن أنا أكتب مثلا وليكن 5 ثواني، وفي الأوفر سبيد هبدأ أحط له مثلا وليكن 120،
وابدا اقول له ارسال الامر. في حالة ان انا حددت له الديوريشن 5 ثواني والاوفر سبيد 120، يبقى ده معناه ان العربية في مجرد ان هي وصلت 120 كيلو في الساعة وفضلت ثابتة على السرعة دي او زادت عن كده وفضلت ثابتة على السرعة دي لمدة 5 ثواني، هيبدأ التنبيه يجيلي. طيب نخش على القائمة اللي بعد كده وهي الفايبريشن الارم. الفايبريشن الارم وهو اللي انا كلمتكم عنه دلوقتي واللي نسيت اقوله في الفيديو، وهو موضوع النقر والمطبات والكلام ده كله. في حالة العربية كانت نقرة او كانت مطب، الكلام ده كله بيبدأ يجيلي تنبيه بحالة العربية في الشارع الفلاني في اليوم الفلاني والدقيقة الفلانية كانت مطب الساعة كذا والكلام ده كله. ببدأ ان انا بفتح فايبريشن الارم واقول له ارسال الامر، يبدأ ان انا كده فعلت التنبيه ده. في الحالة دي بينزل لي برضو في قائمة التنبيهات اللي انا اتكلمت فيها قبل كده. طيب بعد كده ديسبليسمنت الارم، وده هو المكان اللي انا اقدر احدده للعربية بحيث العربية لو دخلت المكان دون يبدأ يجيلي تنبيه على الموبايل ان العربية دخلت في المكان الغير مسموح بيه. طيب بعد كده الباور كات اوف الارم. الباور كات اوف الارم وده عبارة عن تنبيه بيجيلي في حالة لو اتفصلت بطارية العربية. يعني انا بمجرد ما هفصل كابل البطارية هيبدأ يجيلي تنبيه على الابليكيشن بتاعي يقول لي ان العربية البطارية بتاعتها اتفصلت. في حاجة تانية اسمها لو باتري الارم، واللو باتري الارم دون طبعا واضح من اسمها ان في حالة ان العربية البطارية بتاعتها ضعفت يبدأ يجيلي تنبيه برضو في قائمة التنبيهات او قائمة الانذار بتاعتي يقول لي ان البطارية بتاعت العربية دلوقتي ضعيفة. طيب هنخش على حاجة بقى المهمة جدا وهي الريموت كنترول. الريموت كنترول وهو عبارة عن التحكم في العربية من ناحية الفصل والتشغيل. هتلاقي عندك فوق في خيارين، حاجة اسمها cut off fuel power connection وفي حاجة اسمها restore fuel power connection. في حالة ان انا علمت على cut off fuel power connection واروح حاطط له هنا كلمة السر بتاعتي وليكن مثلا من 1 ل6 ايا كان اليوزر نيم بتاعي كلمة السر بتاعته ايه، واقول له ارسال الامر، كده انا فصلت الكهرباء عن العربية تماما. مفيش اي حد في الدنيا هيقدر يشغل العربية غير بامر مني عن طريق الابليكيشن بتاعي. طيب عايز ارجع العربية تاني لوضع التشغيل بحيث اللي عايز يشغل العربية يشغل العربية، هروح على restore fuel power connection وهبدأ اقول له الباسورد بتاعي من 1 ل6 واقول له ارسال الامر. في الحاله دي بترجع الكهرباء تاني للعربيه وابدا ان انا ادور وكل حاجه شغاله في العربيه بتاعتي عادي. طيب تمام كده احنا بصينا على امكانيات كتير جدا في الابليكيشن من ناحيه تعقب العربيه ومن ناحيه حالتها والمسار بتاعها وماشي على سرعه كام اهو السرعه بتاعتنا بتتغير قدام مننا دلوقتي بقت 109 كيلو وشكل العربيه لونها اخضر معنى كده ان هي متحركه. لو عملنا تعقب هيبدا يظهر معانا العربيه ماشيه اهو مثلا على القاهره الغردقه راس غارب الغردقة الإسماعيلية الكلام ده كله. ولو عايزين نعمل بلاي باك بنعمل نضغط على كلمة المسار ونحدد له اليوم أمس أو نحدد له الأسبوع الجاري أو الأسبوع الماضي ونقول له اليوم التاريخ كام كذا بالظبط، يبدأ يجيب لنا خط سير العربية بالتفصيل وقفت فين وعملت إيه. ودخلنا على ال3 نقط اللي على الشمال وظهر معانا كل القوائم اللي موجودة من حيث مركز التحكم ومن حيث قائمة الإنذارات اللي هتجيلي بخصوص السرعة المسموح بيها اذا كنا تعديناها او المكان اللي احنا محددينه بحيث ان احنا ما نتعدهوش والكلام ده كله. وشفنا الاوامر اللي هي عن طريقها ببدأ افعل الانذارات بتاعتي ايا كان انذار السرعة او انذار البطارية او انذار المكان او انذار النقر والمطبات والكلام ده كله بفعله. وكمان الامر المهم جدا بالنسبة لي هو فصل او تشغيل العربية. دخلنا كمان على ايقونة التفاصيل واللي فيها بقدر اسمي العربية او الجهاز بتاعي موجود في عربية الانترا 2018 مثلا، وابدا ان انا اشوف وضع المحرك وابدا ان انا اشوف الاكتيفيشن بتاعي لحد سنة كام بالنسبة للسيرفر بتاعي الكلام ده كله واسم السواق ورقم السواق والكلام ده. كمان لسه هنشوف موضوع الملاحة. موضوع الملاحة دون وهو في حالة لا قدر الله اتسرقت منك العربية بتبدأ الجهاز يتحدد مكانه. بقول له الملاحة دي بيعمل ايه؟ الملاحة دي بيحولني اوتوماتيك على خرائط جوجل او على الجي بي اس بتاع الموبايل العادي خالص، ويبدأ يقول لك اتجاهاتك فين اللي انت هتروحها بحيث توصل لحد العربية بتاعتك بالظبط. ده بالنسبة لموضوع الملاحة. احنا كده اتعرفنا على امكانيات البرنامج وشوفنا
الامكانيات بعينينا وشفنا كل حاجة وشكل العربية والبساطة والسهولة المتناهية في التعامل مع الابليكيشن والتحكم الكامل والتام في عربيتك من حيث كل حاجة، من ناحية تحديد الموقع ومن ناحية تحديد حالة العربية إذا كانت متحركة أو لأ، وبقالها قد إيه متحركة أو بقالها قد إيه ثابتة، من ناحية فصل وتشغيل العربية، من ناحية سماع الحوار اللي بيدور في العربية، ومن ناحية كمان معرفة إذا كانت العربية تعدت سرعة غير مسموح بيها، ومن ناحية إذا كانت دخلت العربية في مكان غير مسموح بيه، وكمان من ناحية موضوع النقر المطبات إذا كانت العربية كلتها والكلام ده كله. لحد هنا بينتهي درسنا النهارده وبينتهي شرحنا عن جهاز الجي بي اس اللي موجود معانا وسيرفر تراك سوليد. يا ريت تدعمونا بسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعملوا لنا لايك وشير عشان تدعمونا نكمل، والسلام عليكم ورحمة الله.